كوت ديفوار داروا الهدة بفرنسا. حفظ دراجي قال لهم في الماتش، قال لهم الماتش هذا ما راحش يخلص بواحد واحد. شكون فيكم كان يتفرج الماتش يقول لنا هاد الهضره اذا كاينه منها ولا لا. حفظ دراجي ماشي نورمال. في الماتش قال لهم بالك راح تصراتي كي طاكا، يا من عند هادو يا من عند هادو. دقيقه 84 قالها. الماتش هذاك ما راحش يخلص بالتعادل. هو كمل هدرته من دقيقه زوج دقائق السلام عليكم. داروا لهم هذه في هذه تشك فنعن. اليوم اسبانيا تعادلت، فرنسا خسرت، هولندا البارح عطيناها طريحه وما زال. زيدوا نشوفوا ثاني منتخبات واحد اخرين واش راح يديروا مع المنتخبات اللي راهم دايرين في بالهم كاس العالم سهله. لا لا لا، فما كاميرا خفيه ولا فما مانيش فاهم. فرنسا اقوى كيب في العالم في الوقت الحالي. نجوم فرنسا ما تقوليش الكوت ديفوار قويه ولا ساحل العاج قويه. يرحم والديك يرحم والديك. فرنسا فيها اقوى اللاعبين في العالم. ريان جيركي، اوليسي، كيليان امبابي، ديمبلي، وسطهم موش عادي، دفاعهم موش عادي. تخسر اليوم 2-1. يرحم والديكم. شنية هذا؟ شنية اللي قاعد صاير؟ فما كاميرا خفيه صايره في الماتشات الوديه. الفرق مش حابه توري روحها قبل كاس العالم ولاش فما. فرنسا ما تخسرش اليوم. انا قلت فرنسا هذه ما تخسرش. شنو اللي صار؟ ارحم والديكم. تعادل العراق قبل شويه، فوز الجزائر البارح، خساره فرنسا اليوم. شفما شنو قاعد صاير في الكوره؟ شنو فهمونا؟ اللي تفرج يفهمنا. ما تفرجتش ماتش كامل في فرنسا، نشوف في لقطات. شنو اللي صاير في الكوره؟ ايش بها فرنسا؟ الفريق الاول، المنتخب الاول مرشح الفوز بكاس العالم، يخسر اليوم امام الكوديفوار. ما تقول ليش في الكوديفوار فيها لاعبين، لا امادا ديالو لا امادو ديالو لا والو. فرنسا شنو اللي قاعد صاير؟ منتخبنا الفرنسي يخسر وديا بهدفين لهدف امام منتخب الكوديفوار اللي هو ساحل العاج قبل كاس العالم ب6 ايام فقط. ومنتخبنا الفرنسي طبعا هو المرشح الاول في كاس العالم، يخسر 2-1 امام كوديفوار وديا. ما في زي حقكم ده نهائي في وجود ابن خالتي فايزة كيليان امبابي واوليسي وناس كانتي وهو كل النجوم قاعدين موجودين. خسروا 2-1 وهم المرشحين في كاس العالم. ما في زي حقكم ده نهائي صراحة. خليتونا بقينا قاعدين نقطع حبل العشم. والله ما في زي حقكم ده. وفي المقابل طبعا منتخب العراق برضه فرض التعادل الايجابي 1-1 مع اسبانيا. شكلنا كده هنشاهد مفاجأة من العيار الصغير في كاس العالم الجاي ده. صراحة ما في زي حقكم ده. كون انه منتخب العراق يتعادل مع منتخب اسبانيا وديا 1-1 ومنتخب الكوديفوار يفوز على منتخبنا الفرنسي 2-1. لا في مفاجأة في كاس العالم ده وانتظروها. وهلا مدريد ومدريدي وجاري في وريدي. داير صبر بس يا كوت ديفوار بتلاسع فرنسا 2-1 على ارضها في الاستعدادات لكاس العالم. اي حد بعد كده بيقول لك فرنسا بطل العالم او من قادر على ايقاف هذا الطوفان، قول له هجيب لك كوت ديفوار. واحده من مفارقات كره القدم الغريبه اللي بتبين لك ان افريقيا دي منجم ذهب بجد. لولا التجنيس كان اكيد هيبقى في منتخب افريقي مره واثنين وثلاثه هو بطل العالم. ان الاثنين اللي قدامك دول هم دويل الاخوات، واحد بيلعب في منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان والمعلوم لدى الجميع كانه النهارده ما عملش حاجه. اخوه بقى اللي اختار يلعب لكوت ديفوار سجل هدف وعمل اسيست بالرغم من خساره فرنسا. بس اللي ورا ريان شرقي ده في حته ثانيه خالص. يا جماعه هتحس ان هو كان بيلعب كوت ديفوار لوحده. فرنسا بتلعب بكامل نجومها لكن نجمها الاهم النهارده ريان شرقي اللي بيلعب تحسه بيلعب في الشارع. بيلعب كوره سهله جدا رغم انه ضيع الفرصه السهله دي سجل هدف اصعب بكتير. الراجل ده ما بيحترمش اي منافس مش بس في الدوري الانجليزي. النهارده الدنيا زنقت عليه ومش عارف يعمل عرضيه، سحب الكوره ورفعها برجله وحطها بالشكل ده ولا كانه بيلعب ماتش خماسي. تفتكر من وجهه نظرك بعد فوز كوت ديفوار والنتائج الايجابيه اللي عاملاها المنتخبات العربيه والافريقيه المباريات الاستعداديه لكاس العالم ده مؤشر ان افريقيا والعرب ممكن يروحوا لبعيد في البطوله بالرغم من هزيمه فرنسا النهارده؟ ففرنسا كده كده بطل العالم ولا ايه الكلام؟ المنتخب الفرنسي مو بجاهز لكاس العالم. المنتخب العاجي ينتصر على المنتخب الفرنسي اليوم يا اخوان في المباراه الوديه زي ما انتم شايفين. ديشام الواضح يا اخواننا مو بعارف حتى الان التشكيله الاساسيه، خصوصا يا اخوان من الناحيه الهجوميه. مين راح يلعب اساسي؟ اوليسي،
ديمبلي، امبابي، شرقي. طبعا مبابي ضامن المركز الاساسي. هل شرقي يا اخوان راح يلعب اساسي؟ هل دوي ممكن نشوفه اساسي بكاس العالم؟ يا اخوان ديشام محتار حتى الان. اول مره اشوف ديشام يا اخوان حتى الان مو مستقر بتشكيله واحسه ضايع. ايضا يا اخوان في الدفاع حتى الان مو مستقر. يلعب كوناتي قلب دفاع اساسي مع اوباميكانو، ولا يلعب سليبه اللي اليوم كان جالس بالدكه، يرجع يلعب سليبه اساسي مع اوباميكانو ويكون كوناتي دكه. حتى الان اتوقع ان ديشام محتار. المنتخب الفرنسي غير مستقر حتى الان. مبابي منحوس، امبابي مو مستقر حاليا مع ريال مدريد. شكله بالمونديال هذا مع المنتخب الفرنسي ممكن المنتخب ما يكون مستقر. ديشام يا اخوان حتى الان ضايع زي ما انتم شايفين. كان منظر ديزري ده وهو بيشوف اخوه الايفواري بيسجل هدف في منتخب فرنسا. اسكت انت وتاريخك ايها المنتخب الفرنسي قدام الافيال الايفواريه. الماما افريكا تحكم باحكامها. لا سوري، لايك وفولو، اعمل فولو ويلا نكمل. رسميا المنتخب الايفواري بيكسب المنتخب الفرنسي 2-1 في ماتش ودي. اللي هيكسب كاس العالم كده يا رجاله؟ مصر بتتعادل مع اسبانيا والعراق بتتعادل مع اسبانيا وفرنسا بتخسر من كوت ديفوار. يعني مين اللي هيكسب كاس العالم؟ انا عارف ان هي وديات والوديات غير الرسميات، بس ده شكل مش مباشر للمنتخبات الكبيره. الماتش ده بقى حصل فيه حدث نادر جدا. نادر السيد انا اسف على الافيه. اللي سجل الهدف الاول لمنتخب كوت ديفوار هو دوي. لا مش دوي ده، اخوه دوي ده. هو انا عرفت ان الاثنين دول اخوات، الاخوين دوي دول، واحد بيلعب في منتخب كوت ديفوار والتاني بيلعب في منتخب فرنسا. ده كان منظر ديزري دوي وهو بيشوف اخوه اللي بيلعب في منتخب كوت ديفوار بيسجل هدف في منتخب فرنسا. اتمنى بقى نشوف الكلام ده في كاس العالم. يعني القاره الافريقيه والله العظيم عندها كميه مواهب تنافس بيها اقوى منتخبات العالم، بس المشكله ان كل المنتخبات دي بتسرق المواهب من قاره افريقيا. ذكاء اصطناعي. ام كلثوم ممكن تغني الويجز عادي جدا. يا مبابي لو مش عارف تكسبه ازاي تعالى وانا اعلمك. والله يا اسطى الفريق اللي انت مش عارف تكسبه ده انا دايس على وشه في افريقيا. شوف بقى لما دوي يفرح لاخوه مع ان اخوه اصلا بيلعب في المنتخب اللي ضده، وكمان دوي هو اللي جايب الجون. لا مش قصدي على دوي اللي قاعد على الدكه، دوي اللي بيلعب في الساحل العاج. مبابي يكلم مرموش او صلاح ويدوك الدروس المستفاده ازاي تكسب كوت ديفوار. الكوت ديفوار غلبت فرنسا. كوت ديفوار قلبت طاوله على فرنسا اللي كتحتل المرتبه الاولى عالميا. تخيلوا معايا فرنسا كانت غالبه في الشوط الاول، في الاخر ديال الشوط الاول ماركات الهدف. مشاو الشوط الثاني في الدقيقه 53 كتماركي الكوت ديفوار هدف التعادل، وفي الدقيقه 85 كتماركي هدف القاتل، وبالتالي كتغلب على فرنسا في هذه المباريات هادو الوديه قبل كاس العالم. ولكن هذا راه ماشي معيار بانك تقول صافي راه غلبت فرنسا راه صافي غادي ندي كاس العالم. كما خرجوا شي ناس هي مزيان داكشي اللي دار المنتخب الجزائري، غلب هولندا، ولكن قال لك منين غلبنا هولندا راه غادي نديو كاس العالم. هادو مباريات تجريبيه يلا كيجربوا فيها المدربين اللعابه ديالهم، كيجسوا النبض يشوفوا الخطط، ولكن الحقيقه اللي كتكون ليه في التيران وفي كأس العالم وفي المباريات الرسمية. هذيك الساعات كيبان المباريات، كيبانوا هذيك الساعات الفروق على الحقيقة ديالهم، والخطط كيبانوا الخطط الحقيقية. وتما فين الا غلبتي خاصك تفرح، حيت هذيك الساعات غادي تطلع وغادي تبقى غادي في هذه التظاهرة الحلم ديال الجميع، وعلاش لا توصل الرابع عالميا كما وصل المنتخب المغربي. تلقاو فيديو جديد، تهلاو. بانا كنا مباراة منتخبنا الوطني والمنتخب الاسباني. دعينك باوع على خصم منتخبنا الوطني بكاس العالم. المنتخب الفرنسي يخسر مباراة ودية امام ساحل العاج. راح نشوف كثير مفاجآت بكاس العالم. المنتخب الفرنسي بافضل عناصره ونجومه باسلحته يخسر بمباراة ودية ويا ساحل العاج. صدمة ما احكي شيء. تعليق لكم التعليق. ايه شو اسولف؟ منتخب افريقي سيتوج بطلا لكأس العالم 2026. هذه حقيقة وليس خيال. داكشي اللي كنشوفوه حاليا في تطور كرة القدم الافريقية والله إنه شيء عجيب. شفنا فوز منتخب الجزائري على منتخب هولندا، وكذلك فوز منتخب الساحل العاج على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف، في حين أن المنتخب الكونغو
تعادل مع المنتخب الدنماركي، وكذلك تعادل منتخب نيجيريا مع منتخب بولندا. يعني العقلية اللي كاينة حاليا في أفريقيا أنهم كاملين غاديين لكأس العالم المقامة بأمريكا والمكسيك وكندا باش ينافسوا على الحظوظ ديالهم يتوجوا بهذا الكاس. كما صرح اللاعب الجزائري اللي قال لهم ما دام أن المنتخب المغربي وصل إلى النصف النهائي ديال كأس العالم فنحن قادرون أن نفعل مثلهم. يعني أصبح المغرب قدوة للمنتخبات الأفريقية ويحاولوا أنهم يديروا إنجاز كما فعل المنتخب المغربي. الآن كل شيء يؤمن كي آمن على أن عندهم القدرات أنهم حتى هما يروحوا لكأس العالم باش ينافسوا. فسجلوا عندكم هذا الفيديو وعقلوا هاد النسخة غتكون من حليف منتخب أفريقي. وتحياتي لكم، بيس. خوتي ليفربول وكلونا عظم في كوناتي كيما كنتو هنايا. انا قلت لكم باللي كوناتي عنده حمار في راسو، الاي كيو تاعو ضعيف بزاف، جوار تاع ديكات يدير ديكات بزاف وهاكو تشوفوا بعينيكم. مالا بصحتكم لي مادريديستا. اش كاين ليكيب المنتخبات العربيه راهي بقوه، راهم داخلين لا كوب دي موند بقوه. العراق تعادلوا مع الاسبان اللي المرشح الاول اللي يدي كاس العالم. المنتخب الايفواري فاز على المنتخب الفرنسي اللي كيف راهو مرشح باش يدي هاد لا كوب دي موند. قول اسبانيا وفرنسا لعبوا بليكيب دوزيام باسكو ليكيب دوزيام تاعهم خير من الا تاع الكوت ديفوار وتاع العراق. البارح الجيري ربحوا لا هولند في لا هولند، واليوم العراق داروا ماتش مع اسبانيا في اسبانيا، والكوت ديفوار ربحوا فرنسا في فرنسا. دوك انا ما على باليش اسكو لي ماتش هادو ما نديرهم معيار ما نديرهمش معيار، ما على باليش. نهاية المباراة بفوز المنتخب الكودوفاري على منتخب فرنسا 2-1. منتخب الكودوفاري بعد التأخر بنتيجة 1-0 بريمونتادا يقلب الطاولة على المنتخب الفرنسي ويفوز عليه 2-1. صراحة مباراة شهدت سجال بين المنتخبين. يعني صراحة كودوفاريين قالوا للمنتخب الفرنسي مستوين انكم مربيين تعالوا بس يكون لنا فارقا نعرف لبعض زيتنا في بيتنا ما في الا الطحن. صراحة المنتخب الفرنسي يوجه رسالة شديدة اللهجة لكل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والملك والمكسيك إنه الطريق ليس يكون مفروش بالورود ولن يكون سهلا. صحيح المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني المرشحين لنيل كأس العالم بس الطريق لن يكون سهلا صراحة. أغرب حدث كروي صار اليوم في مباراة منتخب فرنسا. دوي كوت ديفوار سجل في دوي فرنسا. دوي لاعب نادي باريس سان جيرمان، لاعب منتخب فرنسا، أخوه بيلعب بمنتخب كوت ديفوار وسجل في مرمى منتخب فرنسا هدف. هيدا الحدث الكروي اللي زمان ما شايفينه عايام بوطن. خليني خبرك اليوم كوت ديفوار أكل فرنسا أكل. شوف لاعبين منتخب فرنسا اللي كانوا متواجدين من كيليان مبابي لشرقي لأوليسي لتشواميني ورغم شي كوت ديفوار أكلهم أكل وأجبر منتخب فرنسا يفتح لهم مساحات ويفوزوا في المباراة. حتى ديشام كان قاعد بيتابع المباراة وهو مجنون. تخيل يا عزيزي المشاهد إنه منتخب الجزائر فاز على منتخب هولندا، ومنتخب كوت ديفوار فاز على منتخب فرنسا، ومنتخب العراق أجبر منتخب إسبانيا ينهي المباراة بالتعادل هدف لهدف. يعني بطولة كأس العالم حنشوف تغيير إعدادات بالكامل. منتخب العراق بيتعادل مع اسبانيا يا عزيز في يوم ليفربول بيعلن عن المدرب الجديد رسميا. مش بس كده، ده كمان اليمن بتتأهل لكاس اسيا بعد الفوز على منتخب لبنان. مش بس كده، كمان فرنسا بتخسر من كوت ديفوار وشكلنا داخلين على كاس عالم تاريخي. امبارح منتخب الجزائر بيفوز على هولندا، دلوقتي منتخب العراق بيتعادل مع اسبانيا، كوت ديفوار بيفوز على فرنسا. وهو في ايه يا شباب؟ والله شكله هيكون كميه اثاره في كاس العالم الحالي ده مش طبيعي. مبدئيا كده اقسم بالله شجاعه غير عاديه. انا عارف ان في ناس هتقول لي اصل منتخب اسبانيا ما كانش بكامل سكوادو. ده حقيقي، بس دي اسبانيا في الاول وفي الاخر اللي هو الدكه الثالثه. يعني مش محتاج اقول لك عاملين ازاي، يعني مش طبيعيين. مع ذلك منتخب العراق عمل مباراه هايله صراحه. خلونا نطمن شويه انه هيحاول. وليه بقول كلمه هيحاول دي؟ لان احنا عارفين منتخب العراق في مجموعه عامله ازاي، مجموعه الموت في كاس العالم. ولكن ان شاء الله منتخب العراق يعمل معجزه ويتاهل من مجموعه زي دي. اما بالنسبه لمنتخب اسبانيا فشوف بنفسك الغيابات عامله ازاي، اللي هو التشكيله الاساسيه كلها غايبه. هدف دوسكي ده ضد اسبانيا ده بوشكاش ده يا اخي. شوف الهدف الاكس جي بتاعه كام. عارفين جارسيا ما توقعهاش. لو انت هتسدد من هناك ازاي؟ الف مبروك لمنتخب اليابان على الفوز والتاهل لكاس اسيا. هارد لك لاهل لبنان، التوفيق لهم في القادم. يوكرز بيسجل هدف حلو جدا مع السويد، ومباراه كمان السويد بتعثر فيها ضد اليونان لو مش في كاس العالم اصلا. ده بيوضح لك قد
قد ايه السويد حقيقي حاليا. عندي امل كبير في منتخب تونس انه هيتاهل من مجموعه زي دي. يا 300 اهلا وسهلا، اقسم بالله منور. شايفين القبول؟ نورت الانفيلد يا اخي. انا مش هقول لك تصريحاته بقى ولا حاجه، انا متفائل كده بيراوله اسلوب لعبه. انا كنت بتفرج على بورنموث بسببه، ليه لا؟ خليك بقى كلوب الجزء الثاني على الطريقه الاسبانيه باسلوب اللعب الخطير اللي بيلعب بيه. الصراحه منتظر منه الكتير، ولكن لازم يكون معاه الصلاحيات الكافيه. مش يمكن تكون كلوب ودع من هنا عشان راوله هو اللي يجي وتبتدي حقبه جديده نستمتع بيها. يا ريت والله كلنا بنتمنى يعني. اما بالنسبه لكوتيفوار والفوز على فرنسا، ايه رايك يا دوي؟ اخوك معاك بس في المنتخب الاخر، منتخبك الاصلي بيسجل وبيصنع قدامك وانت مالكش حيله بقى. يعني ممكن تاخد كاس عالم بس يعني. لو وصلت معنا لغاية هنا ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة مننا، والسلام.